عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. احنا النهاردة جايبين لك إن شاء الله 10 أسئلة لازم تلاقيهم بكرة في الامتحان، بإذن الله لازم تلاقيهم بكرة في الامتحان. أول سؤال هيجيلك طبعا أكمل من أشهر 5 بيجوا في أكمل جمعناهم. وحدة قياس السرعة نقط، هتقوله متر على الثانية، بينما وحدة قياس العجلة نقط متر على الثانية تربيع. برافو عليكم. تاني سؤال من الأوائل إن هو يجيلك بكرة، تحدث ظاهرة العبور في الطي إيه؟ في الطي التمهيدي الأول. من الانقسام إيه؟ الميوزي. طب لو سألنا إيه فايدة ظاهرة العبور؟ التنوع الوراثي. من أنواع المرايا الكورية، طبعا كلنا عارفينها، مقعرة ومحدبة. تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز مجرة ضرب التبانة. دي مجرتنا ضرب التبانة. تعتبر القوة كمية فيزيائية، طبعا القوة كمية فيزيائية متجهة. اما الكتلة كمية فيزيائية قياسية. دول اشهر 5 هيجيلك زيهم بالظبط في الامتحان. تعالوا نشوف برضو زاوية السقوط وزاوية الانعكاس، تعريفهم مهم. سقوط يبقى زاوية محصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام. زاوية انعكاس الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام. السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. والسرعة النسبية والسرعة المتوسطة. السرعة النسبية جاية لك بكرة مليون في المية. هي السرعة بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك. أما طبعا السرعة المتوسطة لها تعريفين: المسافة الكلية على الزمن الكلي، أو هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة نفس الزمن. السؤال التاني اللي ممكن يجيلك زيه بالظبط ان شاء الله، اختر تظهر خيوط المغزل اثناء الانقسام. خيوط المغزل اللي بتظهر في الطي هو الاول التمهيدي يا شباب، وبتختفي في الطي النهائي. يقع نظامنا الشمسي على احد الاذرع الحلزونية. اذا كانت سرعة السيارة 72، فان سرعتها تساوي كام بالمتر على الثانية؟ 8 كيلو متر على الساعة. 72 انا عايز احولها لمتر على الثانية، بضرب في رقم ثابت اسمه 5 على 18. 72 في 5 على 18 تقريبا هتطلع 20. عندما يتحرك الجسم بعجلة تساوي صفر، فهذا يعني ان الجسم طبعا يسير بسرعة منتظمة. امتى العجلة تساوي صفر؟ لما السرعة تكون منتظمة. طب امتى السرعة تكون منتظمة؟ لما العجلة بتساوي صفر. طبعا اهم 2 برضو بيجيلك: عداد السرعة، تحديد السرعة مباشرة. طب بالنسبة للتلسكوب، سواء كان الشمسي، تكوين صور كاملة للشمس. أما لو تلسكوب فضائي زي تلسكوب هابل، تكوين صور كاملة للفضاء ترجع عمرها ملايين السنين. الطول البيني طبعا هو الطول هو طبعا الطول البيني هو ما يسبق مرحلة الانقسام وتمر به الخلية لتحضير نفسها لعملية الانقسام عن طريق حاجتين: عن طريق مضاعفة المادة الوراثية وعمليات بيولوجية هامة. السؤال ده من أهم الأسئلة اللي أنا شفتها جت في امتحانات قبل كده. السؤال ده بالكامل ألف وب وجيم هنشوفه. من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية، طبعا الكمية الفيزيائية القياسية اللي هي يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط. الكتلة قياسية ولكن القوة لأ، يبقى إذا ألف غلط. القوة والعجلة متجهة، يبقى دي غلط خالص. الكتلة قياسية والمسافة قياسية، إذا هي جيم. طبعا اللذان أنتج المجرات والنجوم هو الهيليوم والهيدروجين، ولازم تعرف نسبتهم كام. بصوا يا شباب، الهيليوم بنسبة 25%، أما الهيدروجين بنسبة 75%. لو قالك 3:1 دايما صح، ولكن اوعى لو قالك هيدروجين وهيليوم يبقى 75/25. تمام. يتقاصي نقط بالتبايعم. أشهر حاجة بتتكاثر بالتبايعم إن النجم الاسفنج والهيدرا، وطبعا إيه يا شباب، والخمية. طبعا لازم تجيلك المسألة دي مسألة سهلة ومضمونة، اللي هو شعاع ضوئي ساقط كده أكيد هينعكس، وأكيد هينعكس بنفس الزاوية لأن الزاوية دي بتساوي دي. بيقولك دي 30، يبقى اللي تحت دي برضو زيها 30، يبقى 30 30 60، يبقى دول الاتنين مع بعض 120، يبقى دي 60 ودي كام؟ 60. مجموع الزوايا فوق خط مستقيم 180. دي لو 30 يبقى دي 30، يبقى دي 60، يبقى دي 60، يبقى الاختيار هيكون 60. يحتوي الكون على كل حاجة في الدنيا، على جميع ما سبق: المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية. أشهر 3 علل ممكن نلاقيهم في الامتحان:
يراعي الطيارون السرعة المتجهة للرياح، هتكتب لأن السرعة المتجهة للرياح بتأثر على زمن الرحلة وكمية الوقود وسرعة الطيارة. ويا سلام لو تقول له لو في نفس الاتجاه فإذا سرعة الطيارة هتزيد، زمن الرحلة هيقل وكمية الوقود هيقل، ولو عكس الاتجاه زمن الرحلة هيزيد وكمية الوقود هتزيد والسرعة هتقل. الكون في حالة تمدد مستمر بسبب الحركة المنتظمة للمجرات. وليه العين بتصاب بمية البيضاء؟ طبعا المية البيضاء الكاتراكت دي اعتام عدسة العين، ده بسبب عدة أسباب. ايه هما يا شباب؟ الاستعداد الوراثي، يعني حاجة وراثية. تناول العقاقير، طبعا ان انت بتتناول عقاقير كتير، او كبر السن، او كبر ايه السن. طبعا لازم تجيلك يسمة، انا هجيب لك اليسمة دي واليسمة اللي جاية بعد دي انا بقول لك جايه لك في الامتحان. ما اسم هذا الطور؟ طبعا ده طور استوائي، واستوائي اول، واللي يكتب استوائي بس غلط. ليه استوائي اول يا مستر؟ عرفت ازاي؟ بسبب المجموعه الرباعيه متكونه اهي. يعني ايه مجموعه رباعيه؟ يعني كروموسومين جنب بعض، وبسبب ان في ظاهره عبور حاصله اهي. يبقى اذا ما اسم هذا الطور؟ يبقى اسمه الاستوائي الاول. نوع الانقسام طبعا تام اول او تاني، يبقى ميوزي. ما اسم الطور الذي يليه؟ طبعا الانفصالي الاول. تعالى برضو وضع العالم نقط، السؤال ده بيجي في الامتحان. النظريه الحديثه ده فريد هويل، فريد هويل او الفريد هويل علشان الناس اللي بتقول الفريد يعني. طبعا العالم اللي وضع نظرية السديم لابلاس. العالم اللي وضع نظرية، طبعا يا شباب العالم اللي وضع نظرية النجم العابي، عالمين شامبرلين وايه ومولتن. تمام. زي ما قلت لكم يا شباب، دي الرسمه اللي بعد كده اللي انا هجيبها لكم جايه، ودي جايه لكم. دي لو في 27 محافظه بيجي، لو 28، لو 100 محافظه بيجي في 99 منهم. ليه؟ لأن دي ظاهرة العبور. ما اسم هذه الظاهرة؟ ظاهرة العبور. ما اسم الطور اللي تحدث فيه؟ الطور التمهيدي الأول. ما أهمية حدوث هذه الظاهرة؟ طبعا التنوع الوراثي بين أفراد النوع الواحد. طب ما لو مثال يا مستر، لو أنت متوقع مسألة تجيلنا مليون في المية، هقولك مسألة العجلة. القانون ده هو ج بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زين. القانون ده هتستعمله مليون في المية. هنا جايب لك أهو، بدأ الجسم حركته من السكون، يبقى عين 1 بصفر. حتى وصل سرعته 15، يبقى عين 2 ب15. خلال زمن يبقى الزين ب3، يبقى هتكتب كده عين 2 اللي هو 15 ناقص عين 1 اللي هي صفر على الزمن اللي هو 3. 15 على 3 فيها ال5 متر على الثانية تربيع. وطبعا نوع العجلة في الحالة دي عجلة منتظمة أو موجبة لأن السرعة زادت. آخر حاجة معانا وآخر حاجة متوقعة إن شاء الله الأسئلة دي يا شباب. تقع نقط في أحد الأزرع الحزينية للمجموعة الشمسية. الأبواغ يا شباب اللي هو الجراثيم اوعوا تتوه بينهم. في جميع الكائنات الحية ما عدا طبعا يحدث التكاثر بالأبواغ في جميع الكائنات الحية. بيحصل في عفن الخبز وبيحصل في عش الغراب، يبقى الأميبا ما بيحصلش فيها لأن الأميبا انشطار ثنائي. وضع جسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري لعدسة محدبة. هي العدسة أهي وأهي، هو ده ب وده م. هو اتوضع بقى الجسم بعيد هنا، ماشي. هو كان بعدها البؤري كام؟ 5، يبقى دي عند 10 فتكونت له الصورة. بص يا شباب أنا هعيفكم حاجة للزمن. لو انت الجسم هنا ب طبعا وهنا م، لو الجسم بعد، الصورة هتتكون بين. الصورة هتتكون ايه؟ بين. يعني هي لو الجسم بعد يعني بعد 10 يبقى الصورة هتتكون بين 5 وبين 10 يعني 8. طب لو الجسم بين، الصورة هتتكون بعد. طب لو الجسم على م، الصورة هتتكون برضه على م، يبقى اذا الاختياري هيكون 8. الشكل المقابل يمثل طبعا عجلة قيمتها صفر. تمام، عجلة قيمتها صفر انت تدور على طول السرعة المنتظمة. ج هي السرعة المنتظمة، وخلي بالك دي برضه بتساوي السرعة المنتظمة. لو جاب لك هنا ف وجاب لك هنا زين دي بتساوي دي. ارتداد الشعاع الضوئي إلى نفس الوسط عندما يقابل سطح عاكس لا طل يعرفها، انعكاس الضوء. تمام يا شباب، زي ما قلت لكم ده حاجة مهمة جدا جدا. طب ما نكمل ده كده. طبعا ده حاجة، ده الجسم بين، زي ما قلت لكم الجسم بين يبقى الصورة هتتكون بعد. ده طبعا شعاع موازي ينعكس ميا بالبوية، وده شعاع مي بالبوية ينعكس موازي. الجسم هيتكون هنا وتكون حقيقية مقلوبة مكبرة. يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا التناسلية. عدد الكروموسومات في أحد خلايا الساق. الساق ده جسم نبات يعادل، يبقى عددها في خلية حبة لقاح لا يعادل ضعف عددها في حالات حبة لقاح. اخر حاجه يا شباب بالنسبه لطول النظري وقصر النظري، المساله دي لازم تجيلك في الامتحان. طب بص يا مستر انا بتوه، هو طول النظري بيتعالج بعدسه ايه وقصر النظري بيتعالج بعدسه ايه؟ بص يا شباب، بالنسبه لطول النظري، بالنسبه لطول النظري ده بيتعالج بعدسه
طب انا مثلا مش عايز اتلخبط. قصي النظري قاف، يبقى قاف 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 يعني قصي النظري يبقى مقعية مقعية. قاف قاف مقعية. اما طول النظر عدسة ايه؟ محدبة. طول النظر ان انت شايف الاجسام البعيدة بوضوح والقريبة مشوشة. اما قصر النظر انت شايف الاجسام القريبة بوضوح والبعيدة مشوشة. طبعا الطبيعي من 25 الى 6 متر. الطبيعي من 25 الى كام يا شباب؟ الى 6 متر. اتمنى التوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 25 سم الى 6 متر.